السلام عليكم، مبروك العواشر ومبروك رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله انتم وعائلتكم. ويا لالا اليوم جيت نشارك معكم العسل اللي غدا نصايب به الشباكية. عسل بالقالب ديال السكر، كيجي رائع، كيجي خاتر، كيجي بنين في المذاق. خليكم معايا متشوفين وتكتشفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله كما غتشوفوا معايا دابا شويه. هنا خديت واحد طنجرة هكا وضعت فيها 2 قوالب ديال السكر، ما يعادل 4 كيلو. كل قالب كيوزن 2 كيلو. بغيتو ديروا سكر سنيده ديروه، راه كتبقى النتيجه بحال تقريبا، ما كاينش شي فرق كبير. المهم انا هنا بغيت نديرو بالقالب وانتوما كيبقى الاختيار ديالكم. عندي 2 قوالب ديال السكر وعندي عندي 2 اطرو ديال الماء. انا هاد 2 اطرو ديال الماء ما غاديش نديرها كامله، كل قالب كيهز اطرو ديال الماء ناقص كاس ونص. هذاك الكاس ونص اللي غادا نقص غادا نقصو غادا نزيدو من بعد ما يذوب ليا السكر غادا نزيدو كاس ديال عصير البرتقال ونص ديال الحامض. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ يعني 2 قوالب ديال السكر كيهزو 2 اطرو ديال الماء، وهادوك 2 اطرو كنقصو منهم 3 الكيسان. هادوك 3 الكيسان كنضيفهم من بعد 2 كيسان ديال العصير البرتقال وكاس ديال عصير الحامض. صافي، انا عاودت الهضره بزاف غير باش هكا المبتدئات البنيات المبتدئات يفهموا معايا اكثر وصافي. المهم هنا من بعد ما خويت الماء على هذوك القوالب ضفت ليهم واحد 2 طريفات ديال الحامض و2 طريفات ديال الليمون، وغادي نخليهم على جنب. قد ما خليتوهم مده طويله قد ما كتكون النتيجه احسن. يعني كتخليهم يختمروا واحد المده ديال ليله كامله او لا نص نهار تقريبا. انا هنا خليتهم غير نص نهار ونص نهار الاخر. صافي درتو فوق البوطه يطيب. من بعد ما داب هكا السكر كما لاحظتوا معايا غادي نضيف ليه هذوك 2 كيسان ديال عصير البرتقال وكاس ديال الحامض، وكذلك غادي نضيف واحد العود ديال القرفه. كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، راه غير هاد المكونات اللي درت دابا راهم كافيين. وضفت كذلك من بعد واحد القريصه ديال الملح، غير شويه ماشي بزاف، اللي ما تصوراتش ليا في الفيديو ما درتهاش، ولكن ضفتها من بعد ما رديته هكا فوق البوطه ضفتها. وكيبقى لنا في الاخير الماء زهر وزعفران شعره، اي زعفران الحر، حتى الاخير حتى يطيب لنا العسل. عاد كنضيفهم دابا غادي غير نرقدو، نسخن هذاك الزعفران هكا نحكو بايدي ونديرو في هذاك نص كاس ديال الزهر. صافي، وغادي نرد هاد الطنجره ديالي على نار في الاول تكون مجهده شويه، ومن بعد كنقص كيف ما لاحظتوا معايا حتى تبان لكم بدات الطنجره ديالكم بدات كتغلى كما تلاحظوا. دابا عاد نقصوا على هذا القياس هذا، تخليوش النار تكون مجهده بزاف وما ثاني ما تنقصوهاش بزاف، تبقى نار متوسطه. وهنايا من بعد ما كتطلع فيه هكا هذيك الغليه هكا كنبقى مره كنجي نحركو وما كنسدش عليه الطنجره بالمره. اذا بغيتو ديروه في الكوكوط او لا في شي حاجه في كاسرونه ولا شي حاجه ما تسدوش عليه. وهنايا لالا من بعد ما دازت المده الكافيه اللي خاصها طيب، الا خاص العسل يطيب فيها تقريبا خدا ليا واحد المده ديال ساعتين او لا ساعتين لا ربع هكاك. باش كنعرفوا العسل ديالنا طاب كاين بزاف ديال الطرق، من بينهم هاد الطريقه المعروفه اللي عند الناس كاملين، واللي هي اللون ديال الحامض او الليمون كيتغير، كيولي اللون ديالهم كراميليزي كما لاحظتوا معايا. وهذيك الرغوه حتى هي كتولي الرغوه او الكشكوشه اللي كتكون فوق حتى هي كتولي في الماغو حتى هي كتولي كراميليزي. وصافي هنا كنضيف هذاك نص كاس ديال الماء زهر مع زعفران شعره، ضروري نضيفيه حتى الاخر. وكنعتذر على الصوت لانني ما كنقدرش نهضر بزاف،
غير بغيت نشارك معاكم هاد الطريقه وصافي، باش هكا ما نزيدش نغبر بزاف على القناه ديالي وعلى المتتبعين. وصافي هنا العسل ديالي من بعد ما كتضيفوا المزهر كتحسبوا تقريبا دقيقه او اقل، كتحركوه غير هكا شويه وكتطفيو عليه وتخليوه على جنب. وصافي وتخليه على جنب حتى يبرد تماما، تقريبا تخليه ليله كامله حتى يبرد وياخذ الوقت الكافي ديالو. عاد غادي تعرفيه واش عسل صدق ولا ما صدقش. باش الا في حاله خليتيه ليله كامله والغد ليا لقيتيه خاتر بزاف فوق من القياس، غادا ترجعيه فوق البوطه وتضيفي ليه واحد الكاس ديال الماء يكون طيب مزيان وتخليه يزيد يتبخ. وصافي ها هو العسل ديالك واجد. لقيتيه خفيف غادي ترجعيه فوق البوطه باش يزيد يكمل الطياب ديالو. صافي هنا من بعد ما حطيته فوق من البوطه لاحظوا معايا اللون ديالو كيفاش كيكون، واللون ديال هذاك الحامض والليمون حتى هو كيتغير. صافي هنا كنعرف العسل ديالي راه طاب. وهنا من بعد ما دازت عليه ليله كامله لقيت العسل ديالي في القوام اللي انا بغيت. لاحظوا معايا هنا غادي نضيف واحد الاضافه واللي كتبقى اضافه اختياريه، بغيتو ديروها ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم انا غادي نديرها ونشاركها معكم. كيف ما كتلاحظوا معايا خديت هكا واحد الكاسرونه وضعت فيها شويه العسل ومعلقه صغيره ديال ناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز. غادي نديرهم فوق البوطه غير يدفاو، ماشي يبقاو بمده طويله، غير يدفاو صافي. وغادي نوريكم العسل ديالي كيفاش جا. لاحظوا معايا لا خاتر وزوين والمذاق ديالو ما تسخوش تشبعوا منه. تقدروا ديروه يصلح لجميع المعسلات وحتى تدهنوا به حتى البغرير والمسمن هكا، ماشي ضروري غير الشباكيه. وصافي هنايا لاحظوا معايا داك الكسرونه ديالي من بعد ما دفات ونسجموا هذوك المكونات مع العسل وضفتهم على العسل الاخر وخليت هذوك الطريفات ديال الحامض والليمون في واحد الشبيكه يتصفاو حقاش كيكونوا هازين العسل. وصافي غادي نخلط مزيان هاد المكونات وغادي نغطيه ونخليه حتى ندير شباكيه صافي ونستعملو عادي. لاحظوا معايا ومن الاحسن العسل حضروه بسيمانه قبل. انا حضرته تقريبا بواحد 5 ايام او 6 ايام قبل ما ندير شباكيه باش هكا تعرفوا واش العسل ناجح ولا لا، حيت لما كانش العسل ناجح غادي يخرج لنا على جميع المعسلات اللي حنا نديرو. ايوا صافي هنا كان الفيديو ديالي سالا. نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله شهيوه جديده. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساونيش من لي لايك وهكا شي كومونتير زوين تحفيزي فضلا وليس امرا. وصافي هادشي اللي كاين، وكنعتذر منكم مره اخرى على الصوت. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.